عارف يا اسلام، الحياه بقت غاليه خلاص، حتى البنزين بقى في تلتله. وقلت اشوف ناس السوق الاسود قلت مستغلين الحرب دي استغلال شين والله. ليش شنو يا سند؟ يا سند انت اول حاجه عندك مشاوير معينه قاعد تفتش لها، وثاني حاجه ركز تجيب ترفع فيها ناس معينين. مو خلفها ناس معينه والله. مع الارتكازات دي انا ما زيت من الركشه، فكرت ابيع عقلي ممثل. طيب اسمع كلامي، انا اكلمك محمد توتي، خليه يضيفك معاه في مجموعه المكانات الثقافيه دي، لانه هسي اكثر من مجموعه شغاله في الحرب. انا بتكلم معاك جادي والله جادي معاك يا صاحبي. الارتكازات اللي انا قاعد امر فيها دي الا اكسر لهم. طيب انا اديك فهم قول. قاعد اعمله انا. تعرف لما تيجي ماشي في الارتكازات ما تقول لهم ده مشوار، نقول لهم شنو؟ قول لهم ده ناس البيت، ده جيراننا موديونا المستشفى، حنك لهم يا صاحبي، خليك شفت. انا كنت قاعد اعمل الحركه دي زمان، يعني قبال في الحي دي قبال ابيع الركشه بتاعتي في الشارع العربيه دي، كنت قاعد اعمل الفهم ده. حني خليك دول المفتاح يا صاحبي. عارفك مجرم انا، لكن ما عارفك طالع مجرم لانه. يا سند الشاي جاهز. راح الشاي. السلام عليكم.